هل سألت روحك يوما علاش أغلبية الناس يمشيوا في نفس الاتجاه حتى ولو كان اتجاه خاطئ؟ وعلاش التفاهة ولا تترند؟ اللي يفكر ولا يحكي في حاجة عميقة يصفوه بالممل ولا حتى بالمريض والمتوحد. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ضد السائد. اليوم باش نحكيو على ثقافة القطيع وعصر التفاهة. ثقافة القطيع ما هيش مجرد سلوك جماعي، هي عقلية خلت الناس يتنازلوا على عقولهم وعلى تفردهم وعلى أفكارهم الخاصة وعلى أسلوب حياتهم الخاص، باش ما يكونوش مختلفين، باش ما يتهاجموش، باش يبقوا مقبولين وسط العباد. العباد أم عباد، عباد يمشيو كالغنم ورا كل صيحة، ورا كل موضة، ورا كل تفاهة جديدة. التفاهة اليوم معادش تستهلك بل تعبد. في عالم السوشيال ميديا التافه يربح، اللي يعمل فضيحة يولي نجم وستار ويحكوا لي العباد لمدة عام أو عامين أو حتى مدى الحياة. اللي يحكي في مواضيع فارغة يلقى ملايين المتابعات، أما اللي يحكي في الوعي وقضايا حساسة وفي التفكير وفي الحرية يتقال عليه معقد، ولا يحكي في حاجات ما عندها حتى معنى. ولينا نعيش في عالم يعتبر الضحك على المآسي نوع من الفن، ويعتبر النقد البناء نوع من السلبية. واللي يحب يكون مختلف يعيش في قلق دائم، خايف يتكلم، خايف يضحك بصوت عالي، خايف يقول أنا ما نوافقش، لأنه ثقافة القطيع ما ترحمش. أما تكون مثلهم أو يكرهوك ينفوك. لكن الحل موجود. الحل يبدأ بسؤال: هل أنا فعلا مقتنع ولا فقط نمشي معاهم باش ما نبداش شاذ وما يكرهوني العباد؟ كل واحد فينا عنده عقل، عنده حس، عنده ضمير، وعنده أفكاره اللي يحكم بها على العباد والحاجات، عنده مواقف. عيب الراهن على كل هذا مقابل تصفيق جماعي ما يسوى حتى شيء. أخيرا، التفاهة مش قدر، وثقافة القطيع مش قانون. الوعي هو التمرد الحقيقي، واحنا في ضد السائد اخترنا نتمردوا. إذا حسيت كلامي مسك، ما تنساش تبارتاجي الفيديو وتخلي تعليقك. خليك ديما ضد السائد. السلام عليكم.